بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم معايا النهاردة مع طماطم. محتارين هتجهزوا غدا ايه النهاردة؟ احترتوا على الغدا؟ طيب كل يوم بنقول هنعمل غدا ايه النهاردة. طيب يلا بينا نجرب ايه الطريقة السهلة والسريعة لأبسط غدا. حاجة بسيطة وسريعة ومرضية كمان لكل الأذواق. معايا كفتة داوود باشا، ومعايا طبعا المكرونة والبانيه وسلطاتك بقى وحركاتك. غدا كده سريع هيعجبوا الولاد جدا وهيعجبهم كلهم. يا رب بألف هنا وشفا. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب لو سمحتوا. غدا جميل ولذيذ. يلا بينا نسمي بسم الله ونبتدي مع بعض الخطوات والطريقة. معايا طبعا أول حاجة كفتة داوود باشا، كيلو من اللحمة المفرومة، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعايا معلقة ملح وكمون فلفل اسود والسبع بهارات، وطبعا معايا وحدتين بصل مفرومين ومتصفيين، ومعايا معلقة صغيرة من الثوم. ويلا بينا نسمي ونبتدي. طبعا هنضيف البيكنج باودر، واحنا عارفين فايدة البيكنج باودر مع اللحمة المفرومة بيخليها طبعا هشة ومش ما تكونش تقيلة كده ومضغوطة. وكمان هنضيف طبعا البهارات والتوابل والبصل والثوم. انا مش همزج المقادير، انا بس هعجنهم مع بعض. هعجنهم مع بعض كويس جدا عشان يدينا تماسك في الكفتة. نعجنها كويس جدا، عايزاهم كلهم يكونوا كتلة واحدة. جربوا الكفتة بالبيكنج باودر، هايلة جدا. بتخليها هشة مش مكتومة، وبتكون لذيذة جدا في الطعم كمان. هنعجن طبعا كله مع بعضه كويس جدا زي ما انتم شايفين. تمام جدا. هنبتدي طبعا نكورها. ولا كبيرة ولا صغيرة، تكون متوسطة في الحجم. طريقة سهلة وسريعة، جربوها تعجبكم جدا ان شاء الله. بحاول اخلي كله قد بعضه علشان السوا يكون مظبوط وكله قد بعضه. تمام جدا. خلاص خلصت كل الكمية، ومعايا طبعا معلقتين من الدقيق، وهبتدي اغلف بيها الكفتة. اغلفها كويس جدا. احاول كله يكون متغلف كويس بالدقيق. تمام جدا. طبعا عندي حلة على النار فيها المادة الدهنية وتكون سخنة، وهبتدي اضيف الكفتة. ولازم تكون الحلة سخنة جدا، وننزلها في مادة دهنية تكون سخنة. الزيت يكون سخن جدا طبعا. هبتدي اسيبها دقيقتين بس على كل وش علشان ما تتهريش مني وما اقلبهاش كتير، طبعا زي ما احنا عارفين. هديها راحتها في التحمير خالص كده. تمام. وطبعا دقيقتين كمان وابتدي اشيلها من على النار خالص. اللون الجميل ده هو ده المطلوب.
وطبعا هكمل كل الكمية. ولما اخلص خالص في نفس المكان وفي نفس الحلة هضيف البصل، معلقتين كبار من الصلصة علشان تدينا لون مظبوط للصلصة. هديها تقليبة كده بسيطة، وطبعا هنزل بالبهارات والتوابل، نفس التوابل بتاعة الكفتة هنزلها على الصلصة، واديها تقليبة بسيطة طبعا. وبعد كده هنزل بصلصة الطماطم، 1.5 لتر من عصير الطماطم، بس كده. وطبعا هسيبهم يعيشوا بقى مع بعض. تمام. هبتدي طبعا اغطيها واسيبها لما تتسبك خالص. ما شاء الله اتسبكت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هضيف لها طبعا الكفته واديها تقليبه كده. عايزه اقول لكم كمان على حاجه مهمه جدا، ميه المكرونه ما بتترميش. انا بضيف كده كوبايه من ميه المكرونه، بتدينا طبعا طعامه وسماكه للصلصه بتاعتي، وبتكون هايله جدا والنتيجه بتكون مظبوطه وجميله. جربوها هتعجبكم جدا. طبعا معايا دلوقتي البانيه، كيلو من البانيه، كوباية من الدقيق، و2 بيضة عليهم طبعا الفلفل الاسود على طول، وكوباية من البقسماط المطحون. تمام. هبتدي اضرب البيض وابتدي كده اسمي بسم الله. طبعا البانيه معايا منقوع في خل وفي ملح وليمون. ده بانيه المستعجلين يعني، لو مستعجلة جامد وطبعا عايزة تجهزي بسرعة غدا، انا مسمياه ده غدا المستعجلين. الدقيق، وبعد كده في البيض، وبعد كده في البقسماط. طبعا معانا البقسماط ده عادي مش حار، لو احنا حابينه يكون حار بنتبله وبنضيف عليه الشطة. انا عندي متبلة البيض علشان البقسماط لما بتبله بيكون غامق معايا كده. تمام. بضغط عليها كويس جدا علشان تاخد كمية كويسة من البقسماط، وبكده هتديني ان شاء الله تغليفة كويسة ومقرمشة، والكفر بيكون النتيجة مظبوطة بتاعته ان شاء الله وجميلة. كده تمام. والمفروض ان انا لما بخلص خالص بسيبه في التلاجة نص ساعة بس، زي ما اتفقنا ده غدا المستعجلين. يعني احنا مستعجلين يعني بننزله على طول على النار. النار تكون متوسطة، وبسمي بسم الله وابتدي انزل فيه البانيه وياخد راحته خالص ويعيش حياته. ما جيش ناحيته خالص غير لما احس ان هو اتحمر، بقلبه على الوش التاني وبيستوي براحته. زي ما انتم شايفين استوى وجميل، وطبعا شكله مقرمش جدا، والكفر بتاعه سميك وطري طبعا من جوه البانيه. شايفين ما شاء الله الكفر هايل جدا. وطبعا بنزل باقي الكميه معايا وبخلصها طبعا زي ما اتفقنا على نار متوسطه. هيديني نتيجه هايله ان شاء الله وهتعجبكم جدا. وبنخلص على مهلنا خالص، وخلصنا احلى غدا واسرع غدا واطعم غدا. بصراحه مفيش اسرع من كده، ساعه بالظبط وكانت كل حاجه جاهزه. خلصنا الكفته، المكرونه كانت على النار، وطبعا غلفنا البانيه وحمرناه. انتي بقى وشطارتك وسلطاتك وبابا غنوجك. يا رب يكون غدانا النهارده عجبكم، سهل وسريع زي ما اتفقنا. جربوا الطريقه السريعه دي ان شاء الله هترضي كل الاذواق، كبار وصغيرين، واحلى غدا. وتسلم ايديكم وبالف هنا وصحه وراحه. زي ما اتفقنا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لو سمحتوا. شكرا ليكم جدا والسلام عليكم.